أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيمسنا كلنا تقريبا، الأمان أونلاين. في ثورة تكنولوجية جبارة بتحصل دلوقتي وهتغير تماما الطريقة اللي بنحافظ بيها على حساباتنا. تخيل معايا كده إن جواز السفر بتاعك اتحول لجواز سفر بايومتري مستحيل حد يزوره. يلا بينا نشوف إزاي ده بيحصل. سؤال مهم. كتير مننا بيفتكر إنه بمجرد ما يفعل المصادقة الثنائية أو ال Two Factor Authentication خلاص كده هو في أمان تام ومحدش يقدر يقرب من حساباته. بس يا ترى هل ده حقيقي 100%؟ الحقيقة المر إن الهاكرز دايماً سابقين بخطوة، وبدل ما يحاولوا يسرقوا الباسورد أو حتى الكود اللي بيوصل لنا، هم دلوقتي بقوا بيركزوا على سرقة حاجة تانية خالص، حاجة أغلبنا ممكن يكون مش واخد باله منها أساساً. والحاجة دي هي الهدف الحقيقي دلوقتي، السيشن كوكي أو كعكة جلسة تصفح. دي بالظبط الثغرة الخبيثة اللي بيستغلوها عشان يدخلوا على حساباتنا، حتى لو كنا مفتكرين إننا مأمنينها على الآخر. طيب إيه قصة السيشن كوكي دي؟ ببساطة شديدة ده ملف بيانات صغير جدا الموقع بيحطه على جهازك عشان يفضل فاكر إنك عامل لوجن. هو ده السبب اللي بيخليك تتنقل بين صفحات فيسبوك مثلا من غير ما تحتاج تكتب الباسورد كل ثانية. عشان نبسطها أكتر خلينا نتخيل الكوكي دي زي كارت مفتاح الأوتيل. أول ما بتاخده من الريسبشن، الكارت ده هو الدليل الوحيد إنك ليك الحق تدخل أوضتك وتستخدم خدمات الفندق. محدش كل شوية هيوقفك ويسألك أنت مين. بس هنا بقى المصيبة، إيه اللي ممكن يحصل لو الكارت ده اتسرق؟ أي حد هيلاقيه هيقدر يدخل أوضتك بمنتهى البساطة، لأن الكارت نفسه هو التصريح، مش مهم مين اللي شايله في إيده. وهو ده بالظبط سيناريو السرقة اللي بيحصل. الموضوع بيبدأ ببرنامج خبيث الهاكر بيزرعه عشان يسرق كارت المفتاح ده اللي هو الكوكي. الأخطر بقى إن الكارت ده بيشتغل مع أي حد معاه، فبمجرد ما يتسرق الهاكر بياخده يستخدمه على جهازه، وفجأة يلاقي نفسه فاتح حسابك كأنه أنت بالظبط، لا محتاج باسورد ولا مصادقة ثنائية ولا أي حاجة. كل الحماية دي اتضربت في صفر. طيب الكلام ده بيخلينا نسأل سؤال مهم. هل كل أنواع المصادقة متعددة العوامل أو ال MFA زي بعض في القوة؟ للأسف الإجابة قاطعة لا. في أنواع قوية جدا وأنواع تانية عاملة زي الدرع المكسور، وده اللي بيخلينا محتاجين حل أقوى بكتير. وكالة الأمن السيبراني الأمريكية CISA حطت ترتيب لأنواع المصادقة دي من الأقوى للأضعف. في القمة عندنا طرق زي فايدو وويب أوفن، ودي مقاومة تماماً للاحتيال. تحتها على طول تطبيقات المصادقة اللي بتستخدم مطابقة أرقام، ودي كويسة جداً لمعظمنا. بعدها بتيجي الإشعارات العادية، ودي ممكن نتعرض معاها لهجمات قصف الإشعارات. وفي آخر القائمة خالص الأكواد اللي بتتبعت في الرسائل SMS أو مكالمات، ودي بصراحة ضعيفة جداً والمفروض تكون آخر حل نلجأ له. وحتى لو بنستخدم طرق مصادقة كويسة، بتفضل في نقطة ضعف خطيرة جدا، العنصر البشري. يعني لو الهاكر قدر يضحك على أي حد فينا ويخليه يدوس موافقة على إشعار دخول أو ياخد منه الكود اللي وصله، كل طبقات الحماية دي بتنهار في لحظة. يبقى الحل لازم يجي منين؟ أكيد من تكنولوجيا تكون حمايتها ذاتية مدمجة فيها. تكنولوجيا مش معتمدة على شطارة المستخدم إنه يكتشف عملية الاحتيال. لازم نوصل للمعيار الذهبي للحماية. وهو ده بالظبط اللي وكالة السيسا قالته بالحرف. المصادقة متعددة العوامل المقاومة للتصيد هي المعيار الذهبي. لما جهة بالتقل ده تقول كده، يبقى لازم ناخد بالنا كويس. طب يعني إيه مقاومة للتصيد؟ ببساطة شديدة معناها إن طريقة المصادقة نفسها متصممة عشان تمنع الهجمات دي من الأساس، من غير ما تعتمد خالص على وعي المستخدم أو انتباهه. يعني من الآخر الأمان بقى في صلب التكنولوجيا نفسها، مش مسؤولية على كتافنا. وهنا بقى بنوصل للحل العبقري، للثورة الحقيقية في عالم الأمان: ربط جلسة التصفح بالجهاز نفسه. التكنولوجيا دي اسمها Device Bounded Session Credentials أو اختصاراً DBSC، وهي دي التطبيق العملي لفكرة مقاومة التصيد اللي بنتكلم عنها. المقارنة دي بتلخص كل حاجة. زمان الكوكي كانت زي مفتاح، أي حد في إيده المفتاح يقدر يفتح الباب. دلوقتي مع ال DBSC الموضوع اختلف تماماً، وبقى عبارة عن قفل تشفيري معقد. الجلسة نفسها بقت مقفولة على جهاز معين ومربوطة بيه، وبالتالي لو اتسرقت بتبقى حتة بيانات ملهاش أي قيمة في إيد الحرامي. وبكده نقدر نكمل التشبيه بتاعنا. تكنولوجيا DBISC بتحول كارت الفندق البسيط ده لجواز سفر بايومتري مربوط بهوية الجهاز المادية، ومستحيل، وأقولها تاني، مستحيل حد يقدر يزوره. طيب إزاي السحر ده بيحصل؟ الموضوع بسيط في فكرته. المتصفح بتاعك بيعمل زوج مفاتيح تشفير، واحد عام والتاني خاص مخصوص للجلسة دي.
المفتاح الخاص ده بيتخزن في مكان آمن جدا جوه جهازك، حتى هاردوير زي شريحة أمان اسمها TPM مستحيل حد يوصله أو ينسخه. بعد كده الكوكي اللي جاية من الموقع بتتربط بالمفتاح ده. الخلاصة، سرقة الكوكي لوحدها بقت عملية ملهاش أي 60 لازمة. يعني المفتاح الخاص ده هو بصمة الجهاز الحقيقية، حاجة فيزيكال جوه الهاردوير بتاع الجهاز، ومستحيل تتنقل أو تتنسخ. هو ده اللي بيثبت للموقع إن اللي بيكلمه هو جهازك أنت، مش جهاز أي حد تاني. والموضوع مش بيحصل مرة واحدة وينتهي، لا، ده في تواصل مستمر بين الموقع وجهازك. الموقع بيفضل يتأكد كل شوية إن الاتصال لسه آمن وإن المفتاح موجود، وبيجدد شهادات الارتباط دي بشكل تلقائي. وكل ده بيحصل في الخلفية من غير ما أي حد فينا يحس بأي حاجة، وبيضمن إن لو حصل أي حاجة غريبة الاتصال يتقفل فوراً. في النهاية كل الكلام ده معناه إيه لمستقبل تسجيل الدخول على الإنترنت؟ وإيه تأثيره الحقيقي على المستخدم العادي؟ بصراحة الموضوع عامل زي ما يكون بقى عندنا حارس شخصي إلكتروني بس مش شايفينه. أولاً الأمان بقى أقوى بكتير لأن سرقة الكوكيز بقت تقريباً بلا فايدة. ثانياً مفيش أي خطوات زيادة مطلوبة مننا، كل ده بيتم لوحده. ثالثاً خصوصيتنا بقت أفضل لأن المفاتيح بتتغير مع كل جلسة، وده بيمنع التتبع بين المواقع. وأخيراً ده معناه إنترنت آمن أكتر للكل، والتكنولوجيا دي خلاص بيتم دمجها في متصفحات زي جوجل كروم. وده بيوصلنا لآخر سؤال، وسؤال مهم جدا. دلوقتي بعد ما قفلنا الباب ده في وش الهاكرز وجلسات الدخول بتاعتنا بقت متأمنة بشكل شبه كامل، تفتكروا هم هيركزوا على إيه بعد كده؟ ده سؤال بيورينا إن معركة الأمان السيبراني دي معركة مستمرة وما بتخلص. لو الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.